انا عندي سؤال واحد بس يا جماعة، عندي سؤال واحد. انت فريق بتلعب على المكسب بس، بتلعب عايز تكسب بس، مفيش اي حل قدامك ان هو يعدل موقفك في مجموعتك غير ان انت تكسب بس. تلعب باتنين لعيبة، اقل واحد فيهم عنده 37 سنة زي شيكابالا وعبد الشافي، في ماتش زي الترجي في تونس، في رادس وسط 100 ألف جمهور، وسط 100 ألف متفرج. تبدأ في نص الملعب بعمر جابر وعمرو السيسي. لا تشكيل ولا اداء ولا خطه ولا فكر ولا اي حاجه. فيريرا، انت ضيعت الماتش دوت، انت السبب في ان احنا خسرنا الماتش ده، وانت اللي هتبقى مسؤول قدام اي زملكاوي عن الماتش اللي جاي بتاع الترجي. مفيش اي حاجه هترضينا غير ال9 نقط بتوع ال3 ماتشات الجايين، وانك تصعد. واي حاجه غير كده انا اعتبرها فشل 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 فشل. فشل من الجهاز الفني، وفشل من اللعيبه، وفشل من مجلس الاداره، وكله هيتحاسب. مفيش حاجه نقدر نقولها غير ان احنا هنفضل ورا النادي، وهنفضل نشجعه، وهنفضل ندعمه.